بتروقي البيت على طول والبيت ما بينضفش، ماشية بالفوطة طول الوقت، البيت دايما مكركب ودايما طالع منه روايح مش حلوة، ما انتيش عارفة ايه السبب. بتشوفي بيوت بيعملوا أقل منك بكتير ومع ذلك البيت باين عليه نظافة، البيت عندك ما بينضفش ومش باين عليه نظافة. ساعات بتفكري هو العيب في مين؟ في اللي قاعدين في البيت ولا فيكي؟ تعالي معايا هقولك العيب في ايه. تابعي الفيديو للآخر، يلا بينا. يا اهلا وسهلا، انا مروه ودي قناتي كوبايه قهوه مع ميرو، وان شاء الله القناه تطلعوا منها بكامل الاستفاده. بس كملوا معايا الفيديو للاخر عشان توصلي للمعلومه اللي حابه اوصلها لك. يلا بينا. سالت نفسك قبل كده ليه في ناس بتروق بيتها اقل منك ودايما بيتها نظيف، وانت دايما بتروقي ودايما بتجري ودايما حاسه ان في مجهود شاق عليكي، ومع ذلك البيت ما بينضفش، ومع ذلك البيت مش دايما نظيف زي بيوت تانية اقل مجهود كتير منك. انا عرفت العيب في ايه. انا كنت زيك الاول زمان، كنت بقعد حوالين نفسي في البيت من اول البيت لاخر البيت وحاسه في حاجه غلط، البيت فعلا ما بينضفش، البيت ما بيخلصش ابدا. بس اكتشفت ايه السبب بعد اخطاء وقعت فيها، وحسيت ان انا بتعب، بس ان انا بخسر صحتي على الفاضي، مفيش حاجه بترجع زي ما هي، البيت ما بينضفش، البيت عايز مجهود 24 ساعه. لغايه ما عرفت كده تريكات في التنظيف وعادات في التنظيف غيرت تفكيري تماما للنظافه. تعالوا بينا نعرف العادات دي ايه. عايزه اقول لك انك مهما نظفتي ومهما كنت بتروقي البيت، طول ما في فوضى في البيت، البيت عمره ما هيبقى نظيف. فوضى بمعنى ايه؟ الفوضى هنا معناها ان لازم يكون لكل حاجه مكان. انا دلوقتي عندي شرابات، الشرابات دي انا عامله لها درج، بعد ما تتغسل ترجع فيه، ولا بسيب الشرابات على المنشر، ولا برميها في اي مكان؟ لازم هتشيل الشرابات. مثلا انا بضرب لك مثل بالشرابات، سواء شرابات سواء طرح سواء مثلا فوط صغيره، ايا يكن الحاجه اللي عندك اللي محتاجه لها مكان، لازم يكون عندك لا اما ادراج لا اما منظمات، بعد الحاجه ما تخلص ترجع فيها. لو الحته دي بتفوتك على قد ما انت بتروقي وعلى قد ما البيت نظيف، الفوضى دي هتحسسك ان انت ما بتعمليش ولا حاجه وكل تعبك بيترمى في الارض. لازم يكون لكل حاجه مكان، دي اول النظافه. عكس ما انت فاكره ان اول النظافه ان انا امسح الشقه، ان انا ادخل المطبخ اخلصه، لا. اول النظافه اخلص الفوضى اللي في البيت. الملايات بتاعتي يكون ليها مكان محدد، الملايات تتطبق وترجع فيه. الهدوم بتاعتي يكون ليها مكان، ظرفه معينه في الدولاب برجع فيها الحاجه مكانها. طول ما الحاجه ليها مكان وبترجع فيه بعد الاستخدام، طول ما انت هتبقي مرتاحه. الفوضى دي اساس الكركبه. لو في عندك اي حاجه ملهاش مكان في البيت، معناها ان انت بتنظفي على فاضي، مش هتحسي بترتيب ولا هتحسي براحه بال في البيت. خلي لكل حاجه مكانها، دي اول حاجه اعمليها بخصوص النظافه. لو انت عايزه تريحي نفسك من البيت شويه والبيت يبقى دايما نظيف وباقل مجهود. من الحاجات التانية اللي بتسبب في ان البيت ممكن ما يكونش نظيف طول الوقت، ان في روايح خارجة من المطبخ. الروايح دي ممكن يكون سببها ايه؟ هل سببها الباسكت نفسه ما بيتغسلش، ولا سببها ان في مواعين؟ في حاجتين اعمليهم في المطبخ وخليهم عادة عندك. العادة دي على قد ما هي ممكن تاخد منك 10 دقايق ربع ساعة، بس هتخلي لك دايما ريحة بيتك زي الفل. العادة دي هي ايه؟ لما ناكل في الاطباق فطرنا او اتغدينا او اتعشينا، انا عارفة ان احنا اوقات بيبقى غصب عننا بنبقى تعبانين وما بنقدرش نشطب المطبخ مثلا بالليل، بس خلي العادة اللي غالبة عليكي لما ناكل في اطباق نشيلها من على الترابيزه وندخل نغسلها. وتعلمي ولادك لما ياكلوا في طبق يغسلوه، يشيلوا مكانهم. لو انتوا اتجمعتوا بعد لما اتغديتوا او فطرتوا وكل واحد مسك الكوبايه بتاعته او المج بتاعه وغسله، المطبخ دايما هيبقى رايق ونضيف. اما بخصوص باسكت الزباله اللي في المطبخ، كل ما يتملى او قبل ما يتملى لازم تشيلي منه الشنطه اللي اتملت
وحد طبعا يرميها، او لو في شركه بتيجي تستلم منك الشنطه دي تطلعيها على باب الشقه وتغسلي الباسكت دوت. طب اغسل الباسكت بس؟ لا، باسكت المطبخ اكتر حاجه في البيت معرضه للبكتيريا وللروائح الكريهه وللميكروب. طب اعمل ايه؟ احط في الباسكت بعد لما اغسله معطر. معطر سواء زيت عطري، سواء لو انا ما عنديش اي حاجه من الحاجات دي، هفضي كيس من الفانيليا في الباسكت بتاع الزباله. هخلي ريحه مطبخي لوحده تحفه من غير ما احتاج اي حاجه تانية. انت مش ضروري تكلفي عشان البيت تبقى ريحته حلوه. من الحاجات برضو التانية المهمة اللي هتخلي بيتك نظيف دايما وهتخليكي انت مش بتجري حوالين نفسك، الفكرة دي. في حاجة أنا عايزة أقول لكم عليها، الحاجة دي بتفوت ستات كتير مننا، وفي ناس بتحس إن هي مش ضرورية أو حاجة يعني مش من الأولوية في النظافة. بس عايزة أفاجئك وأقول لك إن الحاجة دي لو بتفوتك تبقى أنت بتعملي كارثة في البيت. كارثة بكل معنى الكلمة. إنك تخلي فوطة المطبخ هي نفس الفوطة اللي بتمسحي بيها الترابيزه بتاعت التلفزيون، تمسحي بيها ترابيزات الانتريه، تمسحي بيها الدلسوار اللي عندك او الكومود او التسريحه. دي كارثه. اوعي تكوني بتعملي الغلطه دي. الحاجات دي ليها فوط محدده، بكون انا عيناها في مكان محدد، سواء في المطبخ سواء في مكان عندي في علب تخزين، بطلع الفوط دي امسح بيها التسريحات، ترابيزه الانتريه، ترابيزه السفره، علشان الفوطه دي بتبقى دايما بتتغسل. الفوطه دي دايما بنغسلها بميه فتره، بنغسلها باي مسحوق عندنا. دايما الفوطه دي تبقى نظيفه، ودايما ارش فيها معطرات او زيوت عطريه. دايما هتخلي ريحه الانتريه عندك وريحه الاوضه بتاعتك بجد ولا اروع من كده. بس جربي الفكره دي. هاتي فوطه وخصصيها لنظافه الحاجات دي ورش عليها معطر. مش معطر كتير، ذره كده من المعطر. بس اوعي تدخلي فوط المطبخ في مسيح الترابيزات ومسيح الدلسوار عندك وترابيزات السفره. اكبر غلط بجد، هتبوظي الدنيا. ندخل على الحاجه اللي بعد كده. لو كان عندك مكنسه، المكنسه دورها ان هي تشتغل يوميا. عكس ما انت فاكره، المكنسه مش مره في الشهر، المكنسه يوميا بنلم بيها التراب اللي في البيت كله. لو انت ما عندكيش مكنسه فتقدري تجيبي المقشه وتلمي البيت كله مره واحده، مش هياخد منك 10 دقايق. لازم نشيل التراب من البيت لان هو اللي بيسبب في ريحه مش حلوه للبيت. لو انا مش هقدر يوميا اكنس بيتي، على الاقل يوم بعد يوم. لكن لو عندك مكنسه، المكنسه مسهله لك التنظيف. نطلعها كل يوم، نجر الشقه كده ونعينها مكانها. مش هتاخد منك المكنسه 5 دقايق، بس هتفرق معاكي جدا في النظافه. من الحاجات التانيه اللي لازم تكون في اولوياتك، ودي حاجات بتتعمل شهريا، يعني الحاجات دي مش هتتعبك، هي الستاير. اشوف ستاير البيت كل لما الاقي عليها تراب او ابتدت تغمق، انزل الستاير فورا واعمل لها برنامجها في الغساله او في النقع. او لو انت ما بتحبيش مثلا تغسلي الستاير في الغساله بتفضلي تنقعيهم، مفيش مشكله. اهم حاجه اول ما تشوفي الستاير بقى فيها اتربه، شيليها فورا واغسليها. خلي بالك من حاجه، الستاير دي من كتر ما بتلم اتربه، الستاير دي قادره تغير لك ريحه البيت كله بسبب الاتربه اللي عليها. فخلي بالك من الحته دي. الستاير ما بتنزلش كل يوم، بتنزل كل فتره، بس بتفرق في نظافه البيت وشكل البيت. هفاجئك بقى بالحاجه دي. يمكن تفتكريها ان هي ما بتخصش النظافه، او ممكن تفتكري ان هي مش حاجه من الاولويه وانا بنظف. انا عايزه اقول لك ان الحاجه دي لو ما بتعمليهاش انت في مجهود ضايع منك على الفاضي بجد. هي ايه بقى؟ هي ان كل شهرين ثلاثه وانا بطبق الدولاب، سواء عندي جوزي سواء عندي ولادي، اشوف الهدوم اللي ما عادتش بتتلبس، الهدوم اللي قدمت، او الهدوم اللي ما عادتش مقاسهم. اطلع الهدوم دي لوجه الله. افضي دايما الدولاب بتاعي وبتاع ولادي، اخليه يا دوبك على قد احتياجاتهم وهدومهم فقط وبس، عشان كل حاجه تتغسل تبقى عارفه مكانها فين في الدولاب. ما تكركبيش الدنيا عليكي. الكركبه من الشيطان. الكركبه مش هتضيف لك اي حاجه غير وجع الدماغ، وهتحسي ان انت مهما بتنضفي ما بتكسبيش اي حاجه وما فيش اي حاجه باينه على البيت. من الحاجات برضو المهمه في التنظيف
ولو عملتيها عادة عندك هترتاحي ومش هتلفي حوالين نفسك. الحمام، الحمام مش هياخد منك يوميا اكتر من 5 دقايق، انك تجيبي الفرشة وتلفي بيها في التواليت وتحطي عليه اي مادة مطهرة، انت بتحمي نفسك وبتحمي ولادك. كل الحكاية 5 دقايق. تخصصي ليفة للحوض، الليفة دي كل يوم اول ما اقوم من نومي قبل ما اغسل وشي اكون ماسحه الحوض بيها، منشفه الحوض بتاعي، وطبعا عامله فوطه للحمام انشف بيها حوض الحمام واخليه زي الفل، واجر الحمام بتاعي بشويه ميه بديتول او شويه ميه بكلور. اي معطر عندك استخدميه، نظفي بيه الحمام. لو هتكبي بس ميه باي مسحوق عندك وهتجري بمساحه، الحمام هيبقى زي الفل. وكده انت معقمه الحمام بتاعك وما اخدش منك اكتر من 5 او 10 دقائق. ما تنسيش الموضوع ده، دي حاجه هتريحك طول اليوم لان حمامك نظيف. اي ضيف هيجي لك هتبقي مرتاحه، اي ضيف هيجي لك هتحسي انك مش محروجه ان الحمام مكركب او مش نظيف. فخلي الحمام دايما بتاعك نظيف عشان انت تبقي مرتاحه. من الحاجات المهمه اللي عايزاكي برضه تعرفيها في التنظيف، ان لو معايا ولاد في البيت لازم يساعدوا. ما ينفعش انت طول اليوم بتعملي مهام والبيت عليكي انت بس. طول ما في ولاد ايدك بايديهم. انا عارفه ان الموضوع عايز وقت شويه، بس بالتدريب ومع الوقت الولاد بتعرف وبتساعد. هي عايزه بس حماس منك انت وزن عليهم كتير. بعد كده هيشتغلوا معاكي. مش ضروري يعملوا الحاجه زيك بالظبط، اكيد الموضوع هياخد وقت، بس بعد كده هيعرفوا يشتغلوا، هيساعدوا نفسهم. لو انت مش موجوده، لو انت مسافره، لما يكبروا ويفتحوا بيوت هيعرفوا ينظفوا ويعرفوا اساسات التنظيف بسبب ان هم اتعلموا صح. ولغايه هنا يكون الفيديو خلص، ويا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك. يلا سلام.